إذا مير جديد في استخدام النسخة ماكسيمو 7.6.1. المحاضرة اللي احنا هنتكلم فيها إن شاء الله overview function enhancement asset and location planning work management item and inventory technical enhancement. يعني هنعمل نظرة عامة على الماكسيمو، التعزيزات في الوظائف اللي تمت فيه، المعدات والأصول وأماكن تشغيلها، التخطيط، إدارة أوامر الشغل، قطع الغيار والمخازن، والتعزيزات الفنية اللي تمت على النسخة الجديدة. ليه شركة IBM بترقي للنسخة الجديدة 7.6.1؟ عشان سهولة الدعم، الإمكانيات والتعديلات الجديدة اللي حطوها في النسخة الجديدة بتوفر عليهم كتير من المشاكل اللي كانت بتحصل في النسخ اللي قبل كده. الماكسيمو حاليا برنامج من إنتاج IBM بالكامل. النسخة الجديدة مش هيبتدوا يعملوا دعم لنسخة تحرير التقارير الحالية. لازم الشركة ما بترقي نسخة أوركل بينزل معاها نسخة ماكسيمو جديدة. هنتكلم عن تعزيز الوظائف وتعزيز التطوير الفني لمطوري البرامج، واجهة استخدام متطورة تم إنشائها، وهنتكلم عن دعم أدوات التحكم وزيادة التأمين للبيانات. أول تعزيز في الوظائف المعدات الطولية، دي إضافة جديدة لبرنامج ماكسيمو. كان الأول لو في معدة طولية زي البايب لاين، خطوط الأنابيب أو الطرق أو السكك الحديدية، بتحدد من نقطة البداية لنقطة النهاية، وبتنسب يا إما نقطة البداية يا إما نقطة النهاية. إنما حاليا ممكن المعدة تتحط ليها نقطة البداية، والمعدة نفسها تتحط الإضافة الجديدة للأسيت الجديد، ونقطة النهاية تتحط برضه. ده بينفع في الشركات اللي فيها خطوط حديدية، أو الشركات اللي فيها خطوط أنابيب، أو الشركات اللي داخلها طرق أو بتسيطر على طرق أو بتدير مجموعة من الطرق. في نقل وتبادل أو تعديل المعدات كان الأول فيه 3 شاشات عشان نبتدي ننقل المعدة من مكان لمكان. دلوقتي اتسهلت في النسخة الجديدة كل ده من شاشة واحدة، وكانت بتتطلب خطوات كتيرة في الأول، إنما دلوقتي من شاشة واحدة ممكن تنقل المعدة من مكان لمكان. ممكن تعمل من شاشة الأسيت أو شاشة المعدة تعمل ورك اوردر مباشرة عن طريق اختيار سيلكت اكشن وبعدين كرييت. تقارير الداون تايم أو التوقفات بتاعة المعدة ممكن تدخلها في الماكسيمو. ممكن تعمل مانجمنت للداون تايم هيستوري، تعديلات في الأرشيف بتاع توقف المعدة، عايز تغير حاجة أو تضيف حاجة. مواصفات المعدة ممكن تحط مواصفات السبيسيفيكيشنز الكاملة بتاريخ المعدة ديت اللي تم فيها. خطط العمل تم تعديل خطط العمل، كانت الأول صيانة بس، دلوقتي نضاف ليها اكتيفيتي وبروسيس. الاكتيفيتي اللي هي النشاطات، العمليات اللي هي البروسيس، أي حاجة فيها انبوت وتعمل عليها بروسيسنج وتطلع اوتبوت تسمى عملية بروسيس. ويمكن دمج عدد من خطط العمل الجزئية مع خطة العمل الشاملة والاستفادة منهم بأكملهم حسب الحاجة. ضافوا كمان حاجة اسمها خطط العمل الشبكية، إن كل خطوة من خطوات خطة العمل ممكن تضيف لها خطوة أصلا تتفرع لخطوة جديدة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دي خطوة تحتوي على خطة فرعية قصادها، ودي خطوة ما قدامهاش هنا خطة فرعية، خطوة عمل عادية خالص. ممكن تضيف انت زي ما انت شايف هنا جوب بلان، دي مثلا هتعمل شغلانة كبيرة ومحتاج خطة رفع، ممكن في خطوة منها تقول عملية الرفع وتحط قدامها الخطة بتاعة الرفع كاملة بالدوكومنت أو بالمستندات بتاعتها. كان الأول ورك اوردر بيحتوي على لوكيشن واحد لأداء الشغلانة، اللي هو مكان واحد. دلوقتي ممكن الورك اوردر يحتوي على كذا لوكيشن يتم عمل الشغلانة فيهم في نفس الوقت بالشكل ده. الموقع الأساسي اللوكيشن، وتحت المواقع الفرعية اللي بيتم فيها نفس الشغلانة. التحكم الأوتوماتيكي في عملية التدفق وتغيير الحالة، كان الأول الورك اوردر بيتعمل له عملية تدفق وتغيير حالة زي البي ار، تغير الستاتس بتاعته مع كل حالة من الحالات وكل مستوى من الإمضاءات أو مستوى من الأبروف. بس لقينا إن لو تعمل الورك اوردر ده في نفس سيستم الورك اوردر، المانجر هيبقى عنده كمية كبيرة من الورك اوردر يعمل لها أبروف كل يوم يوميا. فنزلنا بالمستوى دوت لحد مستوى اليوزر العادي ممكن يعمل ورك اوردر، الا لو كان في ماتيريال يبقى الاي جي ام او الاسيستنت جنرال مانجر هو اللي يعمل الابروف للورك اوردر ده. اضافه المرفقات او الاتاشمنت،
نزلت لحد مستوى الخطوة داخل أمر الشغل. كان الأول بتعمل مرفقات أو اتاشمنت الورك اوردر كله بالكامل، إنما دلوقتي نزلت الخطوات اللي داخل الجوب بلان أو خطة العمل. ممكن تضيف مستند أو صورة أو تقرير مع كل خطوة. في النسخ السابقة من ماكسيمو ما كانش ينفع ان احنا لو خلصنا الشغل نقفل الورك اوردر في الميعاد بتاعه، كان لازم يستنى عبال لما التارجت فينيشت يجي او الميعاد دوت يحصل فعلا او توقيت بالتايم. دلوقتي اتعمل اجراء ان ممكن لحد قبل 12 ساعة من الوقت اللي كان مخطط ليك وخلصت الشغل ممكن تقفل الورك اوردر في خلال الوقت اللي انت خلصت فيه. في خاصية جديدة بتعمل الورك اوردر ديتيلز، تعرض لك التفاصيل بتاعت الورك اوردر في هيئة ريبورت او تقرير. في خاصية خاصة بالمخزن، ممكن يعمل هولد لايتم عنده بيساوي الحالة بتاعته او لسه ما سواش الحالة بتاعته، يعمله هولد مفيش صرف منه لحد ما يغطي العجز اللي عنده. في خاصية تانية في الايتم انك ممكن تحط صورة الايتم نفسه بدل ما تروح المخزن وتشوفه، لا من خلال الماكسيمو تشوف صورة الايتم دي وتركيبه وتتأكد ان هو الايتم الصحيح اللي انت عايز تصرفه ولا لا. ده ايتم تاني برضو في صورة في خانة الايتم ماستر. في خاصية للمخزن اللي هو يحدد أقصى عدد يمكن صرفه من أيتم معين على ورك أوردر واحد. يعني فلنفرض في مجموعة مسامير 1 بوصة وهي خاصة بالمشروعات والناس تانية بتحتاجها، فيقول لهم مثلا ما تصرفش أكتر من 8 مسامير على الورك أوردر الواحد عشان تحكم في عدد في الكمية اللي موجودة. كان الماكسيمو الأول في 5.2 5.2 كان فيه الإمكانيات ديت للمطورين والمصممين، زودوها شوية في 6.5 وزودوها جدا في 7.6.1 بقت الكمية دي كلها. زودوا الصلاحيات وبالتالي خلى الناس تبقى فيها تطوير وإبداع في تشغيل الماكسيمو زي ما هنتكلم بعد كده. دي إضافة آلية بتسمح بسهولة نقل البيانات وإجراء الإجراءات المعدلة بين بيئات العمل المختلفة، مما بيوفر الوقت والجهد. يعني زود سيرفرز تانية للتست يجري عليه العمليات اللي التعديل وبعدين يحطها على السيرفرز في حالة نجاحها يحطها على السيرفرز المختلفة. شكرا لمتابعة حضراتكم ونلتقي في المحاضرة الجاية إن شاء الله.